ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ دلوقتي تقرير أكتر العربيات مبيعا في شهر يونيو 2025 نزل، وأول عربية معانا اللي خدت المركز الأول واللي الواحد ما يستغربش بصراحة اللي هي نيسان صني. نيسان صني باعت 1621 عربية في شهر يونيو، وده بسبب طبعا إن الشعب المصري عامة بيحب ايه التوليفة بتاعت السهل الممتنع. عايز عربية تكون خفيفة، قطع غيارها موجودة في كل حتة، فتيس 4 سرعات اوتوماتيك عادي خالص، مفيهوش أي لعب، مفيهوش أي مشاكل، وتكييف تلاجة. وده اللي بيحققه النيسان صني. هتقول لي عربية خفيفة، صاجها خفيف، فراملها، انت مش ماشي بيها على الاوتوبان، انت اخرك الطرق بتاعتنا كلها هنا 120. المهم العربيه دي اغلب اللي بيجيبها طبعا بيبقى لالا اسره صغيره لالا جايبها في شغل، فده تعتبر رقم واحد في المبيعات. تاني عربيه معانا وبرضه تعتبر عربيه شعبيه بتحقق الخلطه بتاعت الاعتماديه اللي هي الهيونداي الاي دي، حققت مبيعات 689 عربيه. وده طبعا بسبب فرق السعر اللي بينها وبين نيسان صني. العربيه الهيونداي تقريبا بتقرب سعرها من مليون جنيه. برضه عربية اعتمادية عادية خالص، بفتيس 6 سرعات اوتوماتيك، تكييف تلاجة، القطع غيارها موجودة، الشيب بتاع الموديل ده موجود من زمان، قطع غيار استيراد او جديد موجودة، فبتحقق خلطة كويسة. تالت عربية معانا عربية من فئة العربيات الاس يو في، الكيا سبورتاج. بعد التخفيض اللي خدته العربية ووصل سعرها تقريبا مليون 700، العربية باعت 617 عربية. عربية برضو جميلة وخفيفة، الفتيس بتاعها برضو يعتبر معقول مش وحش، منظومة الحركة بتاعتها تعتبر جميلة. الناس بتحب الكيا سبورتاج من زمان. في المركز الرابع المنافس بتاع السبورتاج التقليدي اللي من زمان، اللي دايما هما الاتنين ماشيين مع بعض، الهيونداي توسان. والناس كتير ما يعرفوش ان شركة هيونداي تعتبر مساهمة بنسبة كبيرة في شركة كيا، عشان كده التكنولوجيا بتنزل في هيونداي الاول، بعد كده بتنزل في كيا. هيونداي توسان باعت 509 عربيه. طب ليه التوسان باعت اقل من السبورتاج؟ السبورتاج نزل عليها تخفيض حلو قوي الفتره اللي فاتت، وفي نفس الوقت العربيه شكلها اتغير ونزل شيب جديد. التوسان الشيب اللي نزل عندنا دلوقتي يعتبر ما اتغيرش قوي، فعشان كده الشيب الجديد بتاع السبورتاج باع اكتر. العربيه الخامسه معانا العربيه الام جي زد اس. يعني احنا كده الفئه الثالثه والرابعه والخامسه عربيات كلها اس يو في. الام جي زد اس باعت 502 عربيه. الزد اس بقى ان هي بتبعد عن التربو ده شويه، بنتكلم في موتور تنفس طبيعي، وبنتكلم في فتيس اوتوماتيك عادي، ده اللي مخلي العربيه دي برضو بتبيع في السوق. في المركز السادس معانا سكودا كودياك. سكودا كودياك باعت 443 عربيه. كودياك تعتبر من العربيات الكبيره السبع راكب، وناس كتيره بتحبها. عربيه ضخمه وممتازه، والمنظومه اللي عليها تعتبر منظومه اعتماديه ومنظومه متجربه في مجموعه في دبليو. رقم سبعة واللي كنت فاكر ان هي هتاخد مركز اعلى من كده، التويوتا كرولا، باعت 438 عربيه. يعني مين يصدق ان هيونداي الاي دي تبيع اكتر من الكورولا؟ ده طبعا بسعر الكورولا المبالغ فيه شويه اللي معدي تقريبا مليون 300. والعربيه الاعتماديه اللي كنا فاكرينها عن تويوتا زمان بدات تقل شويه، والناس بدات تتجه دلوقتي للسعر، ولو هتوصل لسعر تويوتا كورولا فالناس بقت تروح للايه فئه العربيات الاس يو في. رقم 8 معانا الشيفوليه الاوبترا، باعت 394 عربيه. عربية خفيفة كده وماشي حالها، برضه موتور وفتيس اوتوماتيك عادي، الشكل بتاعها ما اتغيرش، ناس كتيرة بتحب تجيبها تشتغل بيها، وعربية واسعة والتكييف بتاعها يعتبر كويس مش وحش. العربية التاسعة معانا فولكس فاجن تيجوان. العربية اللي شكلها بقى مد شوية على شكل العربيات الصيني، بس المنظومة اللي عليها بتاعت في دبليو اللي مشهورة في كل عربيات الموتور ال 1400 تربو. عربية بتحقق استهلاك بنزين ممتاز، والتكييف بتاعها ممتاز، وحجمها ضخم. وناس كتير اصلا بتميل لعلامه التيجوان، يعني ناس كتير قوي بتحب العربيات التيجوان من زمان، مع ان بصراحه الشيب الجديد بتاع التيجوان مش عاجبني خالص. العربيه رقم 10 والاخيره الام جي 5، رغم ان سعرها مقرب من مليون جنيه وفي عربيات كتير احسن منها، لان العربيه دي قدرت تحقق المركز العاشر وباعت 362 عربيه. احنا بنتكلم في فتيس سي في تي، وعربيه اللي ساعدت في انتشارها ان هي كانت نازله وقت الرخص، فباعت كويس قوي الفتره اللي كان اسعار العربيات فيها قليله. العربيه اللي كانت عامله 190 و180 الف. عايزك بقى تقول لي في الكومنتات ايه العربيه اللي انت شايفها كانت المفروض تخش في وسط القايمه دي وما دخلتش، وايه العربيه اللي هتحقق بيع اكتر الشهر الجاي. يلا كان معاكم مؤمن سيد، اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.